الفنانة حلا شيحة من الفنانات اللي كنا بنحبهم جدا. بس يمكن الفترة الأخيرة كان فيه هجوم ضدها كبير بسبب فكرة ان هي لبست الحجاب وقلعته أكتر من مرة، فده خلى الناس تهاجمها. فنزلت الستوري ده على حسابها، عايزة أقرأ معاكم. بتقول ايه بقى فيه؟ بتقول معك ربي السعادة ولا مع أحد سواك، فليقول من أراد ما أراد، فلا يفهم الخبايا إلا رب سميع قريب، أما البشر فليسوا إلا بشر، أما أنت يا ربي الملك القدوس السلام الرحمن الرحيم. دي الستوري اللي نزلتها على حسابها ردنا على الناس اللي كانت بتهاجمها بفكرة ان هي ليه متقلبة او ليه بتغير قرارها كل شوية بخصوص موضوع الحجاب. فردت عليهم بالستوري ده. وكمان في ناس سألتها في الاسك عندها مباشرة السؤال اللي هنقراه مع بعض دلوقتي، وهقول لكم ردت عليه قالت ايه. في بنوته سالتها بتقول لها السؤال اللي انا هقراه معاكم دلوقتي، بتقول لها ايه؟ بتقول لها نفسي اسالك بيحصل ايه بيخليكي كل شويه تشيلي الحجاب وتلبسيه؟ يعني انا بحس ان في جواكي دايما صراع، وان الشخص الكويس المتدين هو اللي الحمد لله بينتصر في كل مره. بس بيبقى نفسي اسالك فعلا ايه الظروف اللي بتحصل لك، او بتحسي بايه يخليكي في الحوار ده، بصرف النظر عن اني مبسوطه انك اتحجبت تاني طبعا، بس سؤال مجرد فضول مش اكتر. الحقيقه ده السؤال اللي كانت بعته بنوته لحلا شيحة على الاسك، وردت عليه قالت لها رد بسيط جدا، قالت لها اكيد هيجي يوم واقول ايه السبب اللي خلاني، او ايه الظروف اللي مخلياني ايه يحصل لي كده. فبمعنى اصح كلامها ان هي مش عايزه تتكلم دلوقتي، او مش عايزه تقول الاسباب دلوقتي. فيمكن البنت اللي بتسأل برضو هي يعني مش قصدها حاجة وحشة، هي بس عايزة تعرف ايه الصراع اللي ممكن يخليها محطوطة في الموقف ده. انا يعني اتوقع، او اغلب الناس تتوقع، ان مفيش اكتر من صراع او الفتنة اللي هي فيها، من وجودها في وسط ممكن يعني يكون صعب على اي حد ان هو يكون ملتزم وهو في الوسط ده. فيمكن ده من اكتر الحاجات اللي مخليها طول الوقت مشتتة ما بين ان هي فعلا صح، طب ترجع للوسط الفني تاني ولا لا، القرار اللي خدته هو الصح. وخصوصا كمان ان هي يعني بقالها سنين طويلة في الوسط الفني، ويعني مش لسه حاجة جديدة بالنسبة لها، دي حاجة خلاص من زمان قوي. فان هي تغير ده فجأة مش بيبقى سهل قوي، او مش كل الناس عندها القدرة او الارادة او القوة الايمانية اللي تخليها تقدر تعمل ده بمنتهى البساطة. ده توقعاتي، بس برضو هتقول اكيد في يوم من الايام ممكن تطلع في برنامج او تتكلم مع الناس عن السبب اللي خلاها يعني تبقى مذبذبة كده. بس في كلتا الاحوال كلنا مبسوطين جدا ان هي رجعت للحجاب تاني، وان شاء الله ربنا يعني يثبتها. وهي اصلا يعني حتى الفيديوز بتاعتها الناس بتحب تتفرج عليها، هي ما شاء الله عليها بجد من الفنانات اللي كنا بنحبها قوي قوي قوي. برضو من البوستات الجميلة اللي هي بدأت تنزلها والناس حباها قوي، بوست اللي انا هقراه معاكم دلوقتي. بتقول فيه اجمل كلمة ممكن تقولها في كل الاوقات هي الحمد لله، طالعة من القلب بتفرق كتير. الحمد لله سلام داخلي محتاجينه كل لحظة في حياتنا. كلنا عندنا ايام صعبة، لكن لازم نقول الحمد لله.